أكم بكل خير وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في قناة ميجا هاتريك. النهاردة هنتكلم عن أخبار كتير جدا طبعا، منها أول خبر النهاردة معانا أسعار الذهب النهاردة وماذا يحدث في سوق الذهب. المعدن الأصفر يسجل ارتفاع جديد. طبعا سعر الذهب النهارده الجمعة ارتفع خلال تعاملات منتصف اليوم، وتداولت أسعار الذهب عيار 21 1255 جنيه، وبينما سجل 1230 جنيه ختام تعاملات الخميس، فيما بلغت قيمة عيار 24 نحو 1434 بعدما سجل 1406 ليسجل ارتفاع بنحو 28 جنيه. سعر الذهب اليوم في مصر، أسعار الذهب قلنا 24 1434، أسعار الذهب عيار 21 1255، وأسعار الذهب عيار 18 ب 1076 جنيه، وسجلت أسعار الذهب عيار 14 إلى 830 جنيه. تداولت أسعار الذهب عيار 18 1076 وعيار 14 ل 830 جنيه. سعر الجنيه الذهب، الجنيه الذهب وصل سعره ل 10080 جنيه. وزن الجنيه الذهب حوالي 8 جرام من عيار 21. طيب سعر أونصة الذهب، ارتفع سعر أونصة الذهب من 1700 دولار لمستويات 1760 دولار بسبب تغيرات في شهية المستثمرين للملاذات الآمنة. أخبار الرياضة اليوم، بيراميدز يوضح مصير أحمد فتحي وإبراهيم عادل مع الفريق الموسم المقبل. كشف محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز عن مصير الثنائي أحمد فتحي وإبراهيم عادل بعد انتهاء الموسم الكروي الجاري 2022-2023. وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس: أحمد فتحي عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي، لكن علاقته لن تنتهي بالنادي. هو لاعب كبير واسمه له قيمته وملتزم في التدريبات، ولكن لم يتحدد مصيره بعد. وتابع أيضا كل ما تردد بشأن رحيل إبراهيم عادل بنهاية الموسم هو مجرد شائعات فقط. اللاعب يركز الآن في التأهيل من الإصابة التي تعرض لها خلال تواجده مع المنتخب الأولمبي. وأوضح إبراهيم عادل سيتواجد في التدريبات بعد فترة الراحة التي نحصل عليها لمدة 3 أيام، وهدفه الآن هو العودة للمشاركة. الأهلي، استخدام الزمالك لشعار نادي القرن تعدي على حقوقنا التجارية وننتظر التعويض من القضاء. أكد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي أن استخدام الزمالك للقب نادي القرن الحقيقي بعد تجاوزه في حق القلعة الحمراء وتعديا صريحا على حقوقها التجارية. وكان الزمالك قد علق لافتة على سور مقره ب100 عقبة تحمل العبارة التالية: نادي القرن الحقيقي، وذلك يوم 22 من مايو 2022. وقال محمد عثمان المستشار القانوني للأهلي خلال مداخلة هاتفية ما يتعلق بحكم المحكمة الاقتصادية بشأن لافتة نادي القرن: هذه القضية بدأت بعد إن قام رئيس نادي الزمالك بتعليق لافتة نادي القرن الحقيقي، ثم أضيف لها نادي القرن الحقيقي لكرة القدم. وتابع هذا الأمر غير قابل للمناقشة، فالاتحاد الدولي وأيضا الأفريقي يخاطبان الأهلي بهذه الصفة، وهي الأهلي نادي القرن، بعدما حصل على هذا اللقب عام